بسم الله الرحمن الرحيم. الشابتر بتاعنا بيتكلم عن الأساس والأساس الجزئي base and sub bases. في الكتاب بتاعنا بيدينا هنا التعريف، بيقول إن البيز تعريفه base for a topology. احنا عايزين نعرف تعريف أساس التشكيلة دي أو التشكيلة دي أساسها بيكون إيه. بيديك التعريف بيقولك let x and tau be a topological space. إذا كان ال x والتاو دي اللي هي التشكيلات على مجموعة ال x، ده بيديك فضاء التوبولوجيات أو فضاء التشكيلات. طيب a class B، عائلة B من المجموعات المفتوحة a class B of open subsets of x. مالها بقى الكلاس B ده؟ طيب لما يكون هي عائلة مجموعات المفتوحة، طيب ما انت عندك تاو اصلا جواها مجموعات مفتوحة، جواها open sets، يبقى اذا بالتالي ان العيلة دي لازم تكون subset من التاو. جميل. طيب امتى بيكون العيلة اللي هي subset من التاو بتكون بيز للتوبولوجي؟ امتى بتكون بيز فور توبولوجي تاو؟ إذا اتحقق الشرط ده أو الشرط ده، لأن هنا تعريف وهنا تعريف مختلف، ولكن التعريف التاني ده بالظبط مكافئ وبيساوي التعريف الأولاني، يعني بنفس المعنى أو بنفس المفهوم، أو الاتنين بيأدوا لنفس النتيجة، إن عائلة البي بتكون أساس للتوبولوجي تاو. التعريف الأولاني بيقولك إيه؟ For every open set G belongs to tau is a union of members of B. ودي احنا محتاجين ان احنا نفسرها. يعني طبعا التاو جواه مجموعات مفتوحة، تمام؟ كل المجموعات المفتوحة اللي جوه التاو دي عبارة عن ايه؟ كل مجموعة مفتوحة every open set، كل مجموعة مفتوحة دي عبارة عن اتحادات من أعضاء أو أفراد هذه العائلة. مش لازم يكون كل الأفراد، مش لازم تكون اتحادات كل الأفراد، ولكن ممكن تكون كل أو بعض. طالما إن هو ما قالش of all يبقى خلاص، يبقى ممكن يقول of some members of B، عشان يبقى احنا فاهمين واحنا بنقرا كده ايه الخبايا اللي جوه الجملة دي. طيب التعريف التاني المكافئ equivalency B subset of tau is a base for topology. لما يكون العائلة دي B subset من التوبولوجي دي تكون أساس ليها if and only if، بشرط إن تكون for any point B belongs to open set G، اللي هي G اللي هي subset من التاو. أي نقطة جوه المجموعة المفتوحة G اللي هي جزئية من التشكيلة دي، لازم بيوجد فرد من أفراد العائلة البي دي بتحتوي هذه النقطة. يعني النقطة belongs to بتنتمي للبي، لأحد هذه أفراد العائلة، واللي هي جزئية من الأوبن ست. الكلام ده كله عايز تفسير، لأن طبعا الكلام ده يعني كده بالطريقة دي رخم، يعني محتاج إن نوضحه بمثال عشان الجملتين دول كده يتهضموا. طبعا هنا الكتاب اللي هو التوبولوجي العام أنا خدت منه التعريف ده، تمام؟ الفرق ما بين التعريف هنا والتعريف هنا حاجة بسيطة جدا. لو احنا خدنا بالنا ان بيقولك هنا بي subset of تاو، ورجع هنا قالك بي subset or equal تاو. طيب خلي بالنا بقى ان الايكوال دي مهمة جدا، معناه ان العيلة دي ممكن تكون هي التشكيلة، نفس التشكيلة، يعني مش جزئية منها بس، ولكنها بتساويها بالظبط. وأنا فعلا محتاجة علامة اللي يساوي دي في أمثلة هنسردها يعني
لاحقا تهمنا جدا ان احنا نكون عارفين ان ممكن نكون الاساس ده هو نفس الايه التشكيل. ودلوقتي احنا هنبتدي نقول مثال يفسر لنا اول تعريف. يبقى عايزين نعرف التعريف الاولاني هنا بيقول لنا ايه. بيقول لنا هنا اول حاجة كان بيقول for every open set G، نكتب هنا بالراحة كده for every open set G is the union of member. طبعا الجي دي ايه الاوبن ست دي؟ الاوبن ست دي جوه الايه التاو. تمام. طيب is the union of members of B. الكلام ده احنا محتاجين ان احنا يعني نفسره كده واحدة واحدة. ايه التاو وايه الجي وايه الممبرز بتاعة البي. طيب واحدة واحدة. احنا لما جينا بنقول ان الاكس وتاو is a topological space، دي فضاء التوبولوجيات. يعني انت عندك هنا مجموعة اكس فيها عناصر وفي تشكيلات على هذه العناصر، فبالفرض اذا كان عندك الاكس دي بتساوي A و B، جميل، انا عايز اعمل تشكيلة عليها اللي هي بتحقق لي ايه؟ ان المجموعة الخالية جواها الفاي جواها، وكمان الاكس كمان هي بنفسها جواها بكل عناصرها، يعني A والبي جواها، وفي بعض من المجموعات الجزئية زي مثلا ممكن نقول singletons of A and B. عشان هرجع هنا نكتب كده تاني A و B. خلاص، يبقى احنا عرفنا هنا ان انت عندك مجموعة وفي تشكيلات على هذه المجموعة، شرط ان يكون الاكس المجموعة الخالية جواها اسفة الانتي سيت جواها المجموعة الخالية جواها، واكس نفسها جواها، وبعض من المجموعات الجزئية. لاحظ ان التاو دي جواها هي عبارة عن زي كده السيت اوف اول subsets. الفاي subset من الاكس، لان الفاي subset of any set، والاكس subset of itself مجموعة جزئية من نفسها، والاي subset من الاكس. طيب اللي جوه دول بيبقى اسمهم جي. ممكن ده يبقى مثلا اسمه جي نوت، ممكن ده يبقى جي 1، ممكن ده يبقى جي 2، وده جي 3. جميل، عشان نبقى عارفين ان لما اقول ان الجي belongs to التاو، لا طب ما الجي ده ست، لا خلي بالك ده هو ست، والتاو ده كمان هو كمان ست، يعني المفروض ان العلاقة ما بين الست والست تكون سبست. ايه اللي خلاها belong؟ لانه قالك ان ده ممبر، اي ممبر ايا كان حتى لو كان ست، هو انا بعتبره كانه زي element كده. يقول لك كلمه member يعني element. جميل، فطالما ان العلاقه ما بين الاليمنت والست لازم هتكون belong، حتى لو كان الاليمنت دي عنصر من عناصر المجموعه وهي في نفسها مجموعه، بس هي عنصر، لان دي مجموعه ودي مجموعه ودي مجموعه ودي مجموعه، خلاص، بس هي احد الافراد المجموعه الكبيره، يبقى هي عنصر. فعشان كده انا بستعمل علامه البيلونج عشان نبقى عارفين واحنا شغالين احنا امتى نحط بيلونج، وناخد بالنا لو حط بيلونج وحط الجي. خلاص، فاحنا كده فهمنا الجمله دي. طيب بيقولك ان الجي بقى اي جي في دي اي مجموعه من التوبولوجي، اي عنصر من عناصر التوبولوجي هو عباره عن اتحادات من عناصر البي. يعني نرجع بقى نقول بقى ان البي بقى اللي هي الكبيره دي عباره عن ايه؟ المفروض ان هي مثلا تكون B1 و B2. تمام، اهي كتب بقى عادية كده B1 و B2.
يبقى احنا نقول ان ال B ايا كان B1 او B2 belongs to، شايفين ال B التانية مكتوبة ازاي؟ كابيتال B. دي طبعا دي بالرغم ان دي ست ودي ست، الا ان دي خدت شكل اكبر شوية او فورمة تانية. الاليمنتس دايما بيترمز له مثلا بسمول، بي سمول، لكن العنصر جوه المجموعة الكبيرة دي طبعا مبيبقاش اسمها مجموعة، دي بيبقى اسمها عائلة، بيبقى اسمها كلاس. جميل. وده ست، لان طبعا ان الكلاس حتى هو في التعريف بيقول ايه؟ ده B is class of all subset of X. وطبعا لازم نخلي بالنا ان اي B دي لازم هتكون subset من الايه؟ من الاكس. ولازم مش subset عادية، لازم مش closed subset، لازم تكون ايه؟ لازم تكون open subset. جميل. جميل. طيب الكلاس بقى بي اللي هي العائلة دي جواها مين عشان نقول انها ممكن تكون بيز للتوبولوجي؟ ممكن تكون جواها ايه لوحدها ودي لوحدها. هنا ايه single tone of A او set of A single tone of B وبنقفل. يا ترى البي دي، يا ترى البي اللي هي الكبيرة دي بتمثل بيز للتوبولوجي ولا لا؟ ده اللي احنا عايزين ايه نعرف. قالك اذا كان كل جي، اذا كان كل جي جوه التاو عبارة عن اتحادات من عناصر الكلاس بي، مش لازم كل العناصر، ممكن يكون بعض من العناصر، يبقى اذا العائلة بي دي بتسمى اساس لهذا التوبولوجي. خلي بالنا كده، يعني نعمل بس توضيح ان دي توبولوجي، ده التوبولوجي ده اللي هي التشكيلة، تشكيلة على اكس، تشكيلة على اكس، وده الاساس. تمام. امتى بقى نسمي ان ده اساس؟ تعالى ناخد اي جي من دي، اي جي، وكل جي هناخد عشان نشوف هي اللي هي اساس ولا مش اساس. لو سي مثلا بدأنا بالجي 1 اللي هي بتساوي الاكس نفسها، الجي 1 الاكس اللي هي عبارة عن A و B، هل هي اتحادات من البي؟ ده هي عبارة عن B1 يونيون B2 اللي هي A يونيون B. طبعا A يونيون B هي عبارة عن ال A وال A وال B مع بعض، يبقى هي الاكس، يبقى هي طلعت الايه؟ الاكس. ادي كده احنا خدنا جي 1. ناخد جي 2 اللي هي عبارة عن ال A. طب ما هي هل هي اتحادات من بعض عناصر ال A او كلها؟ ده هي عبارة عن A يونيون A، يبقى اذا هي عبارة عن B1 يونيون B1. تمام. طيب والجي 3، الجي 3 عبارة عن B2 يونيون BA يونيون B2. خلاص نكتب كده. طب الفاي سبست من البي، من الكلاس بي، يبقى الفاي هي كمان، يبقى كمان الجي نوت ده هو كمان union of some members of A of B. خلاص يبقى اذا B is a base على طول. طلعت انها ايه؟ طلعت انها بيز، اساس لهذا التوبولوجي. ناخد مثال تاني، وبيقول لك هنا اذا كان x، طبعا x دي هو مديها انها بتساوي a b c d. جميل. وان في توبولوجي عليها، تشكيل عليها، طبعا عبارة عن phi x وبعدين a و b singleton of a b، وعندك ايه كمان؟ a b a and b، وعندك c and d
وعندك كمان A C D، وعندك كمان ايه B C D. ده التوبولوجي. نقفل الايه القوس الكبير، لان كل ممبر من دول هو عبارة عن ايه عن اوبن سيت. جميل. طب يعني انا ممكن اقول ان هو ايه مثلا، يعني هيبقى مثلا ده جي نوت، جي 1، جي 2 الاوبن سيت، جي 3، جي 4، جي 5، جي 6، جي 7. خلاص. يبقى معنى كده ان انت عندك جي اي، حيث الاي ده من الزيرو لل7، ده belongs to للتاو، برغم ان ده ست وان ده ست، لكن انا ان الجي اي ده ايه ممبر زي ما قلنا قبل كده. جميل. طيب ندخل بقى، هو عايز يسأل بقى يا ترى ان البيز ده اللي هو الممبرز بتاعته عبارة عن ايه؟ عبارة عن 3 مجموعات بالظبط كده، السنجلتون A والسنجلتون B وكمان C والD. طيب يعني احنا لو قلنا كده ان ده B1 او B نوت، خلينا ماشيين زي ما احنا ماشيين الترتيبة بتاعتك، B نوت B1 B2. خلاص. بحيث شايفين هنا طبعا البي اي عندك ان الاي من الزيرو للتو، ولو قلنا 1 2 3 يبقى البي اي هنا برضو belongs to للايه للبي. هل يا ترى ده بيز is a base ولا لا؟ طيب كل الشرط بتاعي ان يكون for every G is a union of some members of B. لكل B الشرط بتاعك for every G is a union of A some members of A of B. يعني ممكن نكتبها كده ان ال G equal union على I B R. يبقى هي دي ايه؟ هي دي القاعدة. دي القاعدة بتاعتك، بحيث ان الجي دي open set belongs to للتاب. طيب تعالى بقى يلا بقى نختبر كده واحدة واحدة. لو احنا خدنا بدينا يعني لو شلنا الفاي وشلنا السنجلتونز، لان دي معروفة، انا هاخد هنا السنجلتون A union A equal A، يبقى خلاص البي في الجي عبارة عن، انت البي عندك السنجلتون موجودة في جوه الكلاس بي ده. طيب يبقى اذا هو بي يونيون بي موجودة خلاص، يبقى احنا هنستبعد، يعني ده هيبقى معايا خلاص معروف، وده هيبقى معايا معروف، والفاي هي كمان معروفة. الاكس اللي هي عبارة عن A B C D ده، هل ان الاكس الجي 1 ده عبارة عن اتحادات مين بالظبط؟ اتحادات ال A يونيون B يونيون C D، يعني عبارة عن ال B نوت يونيون B1 يونيون B2 اهو، B نوت يونيون B1 يونيون BA2، اللي هي عبارة عن ال A وال B وال C وال D اللي هي بتساوي ال X. G1 هي ال X. فين ال G1 هي ال X اهي، G1 هي ال X. يبقى تمام، يبقى ده طلع اتحادات من كل عناصر ال B، ده union of all members of A of B. خلاص. نشوف بقى الجي 4 ده عبارة عن مين يونيون بي، ده set of A B، يبقى عبارة عن B نوت يونيون B1. يبقى انت عندك هنا الجي 4 equal B نوت يونيون B1، اللي هو عبارة عن ال A يونيون B set of B equals the set of A and B. خلاص. يعني ايه اللي هو طلع مين؟
السيت اوف A and B، يبقى دي طلعت معايا مظبوط. احنا عايزين نشوف الجي 5 دي هل هتطلع هي كمان union of members of B ولا لا. تعال نشوف. ادي جي 5 equal سي دي. سي دي موجودة اللي هي سي دي يونيون سي دي. سي دي يونيون سي دي نفسها، يبقى هتديك الايه نفسها، يعني عبارة عن B2 يونيون B2. ما هي اي مجموعة اتحاد نفسها، ما هي نفسها. خلاص، يبقى هي ده كمان طلع اتحاد من مجموعة مجموعة على نفسها. طيب ACD ده الجي 6 ده طبعا هو عبارة عن B نوت يونيون B2. خلاص، يبقى هو كمان معايا. طيب واخر حاجة اللي هي الجي 7 BCD ده عبارة عن الاتنين دول مع بعض اللي هي البي 1 يونيون ايه يونيون B2. يبقى شكرا. يبقى اذا the class B is a base for topology. وشكرا.